لكم سالفه. قال تفضل. قلت له يوم من الايام هذا واحد خطب البته، اجوا خواطيب على بته مشيه مثل هاي الله يسلمها، خطبه وقالوا له سولف حاضرك ايش قد وغايبك ايش قد. قال لهم عمي انا طب اسال البنت لان هي المسؤوله العروس. طبعا البنيه سالها قالت له ابويا انا من باب اقلهن مهرا اسهلهن ولاده، انا حاضر قران وغايب قران. خوش حكي. قال لهم ابويا للمشي انتم جيتكم عزيزه وغاليه عمي، الحاضر قران والغايب قران. هسه واحد مثلي تو شايخ الله يحفظه ايش قال له؟ قال لو انا شو طيح. رد عليه قال له عم طيحت لك سوره البقره. ها قال له عم طيحت لك سوره البقره. ادري شو طيح لك؟ حاضر قران وغايب قران. عمي اسمع من عندنا وخذ. هو ترى حتى اللي يسوي حاضر قران وغايب قران اللي يطلب قران هم يظل يطيح من عنده. قال له عم طيحت لك سوره البقره. الله يديم الضحك ان شاء الله. هو هم الديوان من يصير كله تشنج ما يرهم هذا العدل. انا بخدمتكم. شو نريد من عندك؟ من المصرف نريد بالمروه. قل لي ليش بالمروه؟ لان هذا الزلمه ثلاثه هم المدعومين وبعد وراه فصلين وبعد وراه عرب. عوف التشكيك. انا اليوم عطوه شعب وباسم شعب والجاويد غانمه وهذا الزلمه بتسياد شعب وهاي المروه والمعروف قلت لك متبوع. واليوم تميم والله الكريم بدياله وبغير مكان التميم ثايه وتطرد عليه العرب. تسمع انت مال تطلعنا صدورنا فارغه بيا خانه تحطها تميل على ربعك شيخ تميل على وادمك. احنا هاي العرب لازم ترضيها وتطيح بمراضيها وفدوه روح لك ورحمه للحسين تحطها بقالبها. وهذا الشاعر يقول يا المخيط جدتك مفتوقه وانت تخيط وتروف. ابو سيد انت محترم. شكرا الله يحفظك.